يا مساء الفل، عاملين ايه الاخبار؟ شوفوا بقى، انا بحب اولياء الله الصالحين جدا، بحب اقرا عنهم وبحب اسمع عنهم واحب اللي يحبهم وبصدق فيهم. فالناس اللي شبهي كده انا عامله لهم سلسله هيتبسطوا بيها جدا، سلسله اللي معاه رب ويمشي على الميه. بكل حلقه هتكلم معاكم فيها عن ولي من اولياء الله الصالحين، هنعرف بقى كان بيعمل ايه كراماته، يعني اذ ربما ينوبنا اي حاجه في الدنيا. النهارده انا عايزه اتكلم معاكم عن سمنون الكذاب. قصته يا جماعه ملهمه وليها عبره كبيره جدا لكل الناس. يعني سمنون كان من اقوى شعراء العصر العباسي. يعني سمنون اطلق عليه سمنون المحب من كتر ما كانت اشعاره تدوب الحجر في حب ربنا. يعني هو كان متصوف وكان معظم الوقت بيلازم المتصوفين في بغداد. يعني سمنون فتح صدره قوي وكتب بيت شعر كان بيقول فيه وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني. ايه بقى؟ ربنا امتحنه في نفس ذات الساعة اللي كتب فيها البيت ده. امتحنوا بايه بقى؟ امتحنوا بحصر البول، ما بقاش عارف اعزكم الله يدخل الحمام. كان اتعذب وكان بيلف حوالين نفسه. قعد 14 يوم مش عارف يعمل حمام، لدرجة انه كان بيطلع على اماكن عالية ويرمي نفسه اذ ربما يقدر يفرغ جسمه من السموم اللي اتراكمت فيه، مش عارف. وفي يوم من ال 14 يوم اللي هو ابتلي فيهم دول جات له رؤية، حالم بان هو ماشي زي كده بكيس اللي هو شبه القسطرة ده، وراح لأحد الصالحين يعني بيسألوا في اللي هو فيه. قال له عمل ايه؟ قال له عليك بصبية الكتاتيب، اللي هم الصبيان الصغيرين اللي بيتعلموا القرآن الكريم في الكتاتيب زمان، كتاب فاكرينه؟ سمنون صحي وقعد يلف على الكتاتيب والصبية يقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب. كذاب في ايه؟ هو كان بيتكلم عن نفسه ان هو الكذاب، لان هو طلب من ربنا ان هو يختبره وما قدرش يصبر على الابتلاء. نسأل الله العفو والعافية. يعني ده حديث، احنا مش جامدين قوي زي ما احنا متخيلين. تمام. سمنون ده ليه مواقف غريبه شويه، يعني والله العظيم. يعني انا سمعت عنه، عارفين اول مره سمعت عن سمنون كان في كتاب ليوسف زيدان من قيمه بتاع 12 سنه 13 سنه. كنت ولقيت كتاب صغير كده اللي هو الورق الاصفر ده اللي تيجي تمسكه يفرول، اللي هو الغلاف بتاعه مقطوع. انا والله حتى مش عارفه عنوان الكتاب كان ايه، بس كان في يوسف زيدان كان سارد فيه عن بعض الأولياء الله الصالحين، كان بيتكلم عنهم وعن كراماتهم، وكان من ضمنهم سمنون الكذاب. على بالي بقى من حوالي سنة كده قلت أقرأ عنه أكتر، أشوف هو كان بيعمل إيه. لقيت إن هو خير اللهم اجعله خير، كان ممكن يصلي 500 ركعة في اليوم. طب امال كان بيلاقي شعر؟ امال كان بيلاقي وقت للشعر بتاعه امتى؟ هو اصلا كان شغال خواص. يعني في ناس بيقولوا عليه ابو القاسم الخواص، الحسن بن سمنون الخواص. الخواص يعني بيشتغل في الخوص. طب انت كنت بتشتغل امتى وكنت بتكتب الاشعار الرهيبه دي امتى؟ على فكره ارق الشعر ممكن تقروه هيبقى لسمنون المحب. في على فكره لحد النهارده بيعملوا اغاني من الاشعار بتاعته، هبقى احط لكم لينك الاغنيه منهم، اشعار سمنون المحب في الديسكريبشن بوكس لو انتوا على اليوتيوب، وفي اول كومنت لو انتوا على الفيسبوك. كمان يقال من كراماته ان هو كان لما يجي يقول الشعر القناديل او المصابيح يعني كانت بترقص، بيحضر جن. ريهام سعيد كانت حتى تستضيفه ويقولوا بيحضر جن. فقصته جميلة وملهمة وأنا حبيت أشارككم بيها. من ضمن أبيات الشعر لسمنون بيقول فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل فلست أرى قلبي لغيرك يصلح. وكل الشعر بقى بتاعه بنفس المستوى الجمال والعذوبة دي. لو عجبكم الفيديو النهاردة يا ريت تشاركوه مع أصحابكم اللي شبهنا كده، واستنوني في الحلقة الجاية هتعجبكم قوي برضه. سلام.